السلام عليكم بجميع متابعين هوشة ومتابعينا في الوطن العربي. اليوم مقابلة مع مقاتلنا العربي محمد يحيى. محمد يحيى، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. محمد يحيى، أنت الحين مقبل على قتال جديد يوم السبت في المنظمة. نريد نعرف إيش تحضيراتك للقتال، شو اللي غيرته في آخر كامب أو اللي غيرته في آخر تحضير لهذا القتال؟ غيرت وايد اشياء. اول شيء غيرت الوزن اللي بلعب فيه، بلعب في وزن ريشة. اخر فايت لعبت في وزن 70، وهالوزن احس الوزن حقي يعني احس عمري اخف واسرع واقوى، و I don't basically have dead weight on me no more. ونفس الوقت غيرت المدربين. عندي مدرب جديد خاص جايبينه من داغستان اسمه أزمات. مدرب عنده experience وايد يعني في هالرياضة، و we worked on a new game plan، يعني خطة جديدة حق هالفايت، وإن شاء الله بتشوفون حد ثاني يعني هالفايت. إن شاء الله. محمد، تغييرك للوزن كان يعني بناء على الأداء أو بناء على صحتك مثلا؟ هل أنت كنت تشوف وزنك تقدر تقص وزن أكثر، أو كان أنك أنت كنت تعاني في أنك تسوي الوزن أعطينا التفاصيل بالضبط، ليش تم تغيير الوزن؟ غيرت الوزن لأن يعني قدرت آكل صحي أكثر وأركز على النيوتريشن أكثر عشان أنزل وزني أكثر وأكون على الوزن المفروض أكون ياس ألعب فيه يعني. و يعني الوزن الثاني ما كان لازم يعني آكل ستريكت دايت وأحاسب على شو آكل. ايوه. طيب كمنافسه محمد يحيى، تحس ان الوزن الجديد اللي انت فيه في منافسين اكبر في التوب 10 في التوب 15، ولا تحس الوزن الخفيف كان فيه منافسه اكثر؟ كيف تشوف الموضوع؟ أنا أشوف وزن 70 is the most stacked card، يعني من stacked weight، يعني من أقوى أوزان. عندك أحسن ناس في العالم يعني، يعني من توب 10 في more good fighters than other يعني weight classes. طيب محمد، انت رايح لقتال يوم السبت، رايح تثبت شيء، رايح تثبت انك مقاتل، انك تريد تكون في المنظمه، تريد تطلع للتوب، تريد توصل لشيء معين اللي انت تريد توصل له. بس يبقى السؤال الاهم، انت رايح لهذا القتال، ايش تريد تثبت بالضبط؟ أريد أثبت حق نفسي أن يعني أنا مفروض ألعب في هالمنظمة، في أعلى منظمة في العالم، يعني proved to myself that I belong to the UFC، و that's what I'm gonna do. إن شاء الله بكون موفق. طيب محمد يحيى، آخر سؤال بس قبل ما نختم، سؤال موجه لك. لو خيرت في أنك أنت تقاتل قتال وتشوف أنت بالنسبة لك عندك فرصة تفوز هذا القتال ضد بطل وزن الريشة اللي هو فولكانوفسكي، أم تواجه بطل الوزن الخفيف اللي هو توبوريا، أي واحد تحس بالنسبة لستايلك قتال أسهل من الثاني، أو قتال أنك أنت ممكن يكون عندك فرصة ضده؟ فولكانوفسكي لسبب معين، الباور مثلا، أو كيف تشوف القتال؟ كيف تحلله يعني؟ ليش تحس فولكانوفسكي؟ على سايزه والسترايكن يعني ماله. تمام. محمد يحيى، وجه رسالة بس لمتابعينك واختمها بأن أنا جاهز وأنا هنا. أنا جاهز وإن شاء الله شو أقولها؟ بكون عن حسن ظنكم. بكون عن حسن ظنكم. تاريخ 27 انتظرونا وبتشوفون شيء جديد إن شاء الله. شكرا محمد يحيى، جزاك الله خير على المقابلة، وإن شاء الله نشوفك يوم السبت فائز ونسوي لك مقابلة فيما بعد القتال بإذن الله تعالى. بس خلنا ناخذ بالصورة. اوكي، ليتس جو. خلصنا. بالتوفيق حبيبي. الله يوفقك يا رب. توفيق.